طبعا نهاركم زوار مدونتي مدونة آزادية التقنية. اليوم سوف نقوم بتجربة بسيطة على القالب الذي صممته وقدمته لجميع زوار المدونة البارحة. الآن على سبيل المثال هنا كما ترون يوجد حوالي 10 أكتف هنا كما ترى، وأيضا الأكتف في حالة تحرك، يعني ليسوا خاملين. الآن سوف يأتي الأستاذ أحمد مثلا أو الأستاذ ياسر كما ترى سجل دخولها، هو الآن هنا كما ترى. الآن هذه هي وحدة المعالجة المركزية، وهذه هي الذاكرة. والآن الأداء أيضا سوف ترون الأداء أيضا، يعني لا مشكلة في الأداء. الآن هنا سوف نفتح صندوق البريد الوارد فقط لنتأكد من وجود النت. الآن سوف نقوم بتجربة ألا وهي تحميل فيديوهات حول العالم. على سبيل المثال كما ترى السي بي يو يعمل بشكل جيد أيضا برغم أن السرعة مفتوحة، يعني كما ترى السي بي يو جيد، المستخدمون متصلون بالإنترنت، يعني لا مشكلة أبدا أبدا، لا مشكلة. يعني كما يقال التجربة أم البرهان والنظرية، التجربة أم القانون أيضا. يعني يقول المثل السوري: اسأل المجرب ولا تسأل الحكيم. يعني ها نحن قد جربنا أمامكم وسرعة انترنت فائقة يعني. الآن سوف نجرب التحميل من الموقع. يس، انظر سرعة تحميل فائقة، يعني سرعة تحميل خرافية كما ترى 60 ميجا بايت في الثانية. يعني أين سوف تجدون هذه السرعة يا سادة؟ 60 ميجا بايت إذا اشتريتموا هذه السرعة سوف تدفعوا آلاف الدولارات، لكن سوف ترتبوا ملفاتكم وفيديوهاتكم واسطواناتكم وأشياء الأخرى، سوف ترتبونها في الأماكن المحددة التي حددتها لكم، وسوف يستطيع جميع زوار المقهى تحميل هذه الملفات ظنا منهم أنها موقع رسمي. يعني بالفعل الموقع كيف هو مرغوب، سيكون مرغوبا لدى زوار المقهى لأنه بدون إعلانات، بسيط جدا، يعني لا يحوي على إعلانات أو هكذا أمور كما ترى. الآن سوف نقوم بتحميل هذا المقطع كما ترى، وسوف نقوم بمشاهدة السرعة أمام عينكم هنا. الآن سوف نقوم بفحص السرعة. الآن أعزائي سوف نقوم بفحص السرعة. سوف نأتي هنا إلى ترافيك. هذا هو الإيثر 11، هو الذي يخرج منه الإنترنت إلى الشبكة وتتوزع إلى المدينة. الآن سوف نرى السرعة في هذه الشبكة. الآن أعزائي سوف نفحص سرعة الإنترنت على الشبكة. كما ترون هذا الفيديو سوف نقوم بتشغيل هذا الفيديو ومن ثم تحميله كما ترى. أيضا سوف أريكم عدد اليوزرات الأكتف، ها هم أمام عينكم، وهذه هي السرعة كما ترى. هؤلاء هم الأكتف، لا يعملون بدون أدنى مشكلة يعني كما ترى. إذن أعزائي سوف نقوم بتحميل هذا الملف أو بتحميل هذا مثلا كما ترى. سرعة 18 ميجا بايت، سرعة فائقة يعني. الآن قمنا بالتحميل كما ترى، سرعة عالية جدا، 40 ميجا بايت، 50 ميجا بايت. يعني هواتف المستخدمين، الهواتف لا تتحمل هذه السرعة بالأساس يعني كما ترى. يعني التجربة هي خير دليل على نجاح هذه الفكرة. السي بي يو يعني حتى لو كان مرتفعا لا مشكلة، لا يصل إلى 100%. يعني
يعني ما مهمة السي بي يو، يعني أنت قمت بشراء راوتر بورد ذو سي بي يو عالي مثلا على سبيل المثال، لماذا سيبقى هذا السي بي يو المعالج نائما بدون فائدة؟ وإذا كان الرام عالي سيكون ممتاز جدا. كما ترى التجربة خير دليل على نجاح هذه الفكرة. يعني لو لم تكن هذه الفكرة ناجحة لما كنت أستخدمها في مركزي. الآن سوف نعود إلى مثلا التطبيقات، تطبيقات التواصل. سوف نضغط واتساب. كما ترى سرعة تحميل فائقة، كما ترى 2 ميجا بايت في الثانية، 3 ميجا بايت في الثانية، يعني السرعة هائلة. عفوا 20 ميجا بايت في الثانية ام بي، يعني عندما تتحول هنا تصبح 20. سوف نحمل فايبر. عفوا أعتقد أني لم أقم برفع فايبر حتى الآن. إذا يعني الخلاصة هي يعني موقع ممتاز جدا. بالنسبة للأخوة الذين ما زالوا يقولون كيف سوف نقوم برفع الملفات، أعزائي البرنامج الرفع سهل جدا. سوف تأتي هنا إلى جهاز الكمبيوتر، سوف تكتب FTP نقطتان كما ترى سلاش عنوان ال IP 192.168.1.1 ثم انتر. سوف تدخل الرقم السري الخاص بالوين بوكس. هنا حفظ لكي لا يطلب منك مرة أخرى. حفظ أوكي. الدخول نعم. عودة مجددا إلى ديسك. طبعا أنت سوف تضيف هذه الأيقونة إلى سطح المكتب، يعني هذا مجلد القالب، وكما أسلفنا ذكر سوف تسميه لوحة التحكم مثلا فقط لسهولة الفتح. أوكي. كل مرة سوف تدخل إلى لوحة التحكم. طبعا لا تستطيع الدخول إلى لوحة التحكم بدون تسجيل الدخول، يعني تسجيل الدخول عن طريق بطاقة ما. أيضا سوف تقوم بفتح لوحة التحكم كما قلنا فقط لكي نضيف هذه الأغنية MP3. طبعا استخدموا برنامج فورمات فاكتور لتغيير الصيغ. هذا هو البرنامج، هو أفضل برنامج لتغيير الصيغ، تغيير صيغ الفيديو والصوت. سوف تقوم بتسميتها كما يعني قلت لكم. أين هي الحزمة الثانية؟ الحزمة الثانية اللي كنا نعمل فيها قبل قليل ها هي الآن. إذا كما قلت لكم كنا نعمل هنا في المجلد الأول. قلنا أن هذا سميناه شفان الصورة، وسوف نقوم بتسمية هذا المجلد وفق هذا النص V0. طبعا في الإصدارات القادمة سوف وحد الاسماء، يعني V0 لن تصبح هكذا أمور، سوف أجعل كلها 0 يعني فقط V0. لكن هذا العمل بسبب السرعة يعني رفعت المشروع فورا لكم لأنكم كنتم تنتظروني. الآن سوف تقوم برفع الملف هنا كما رأيت. تم الرفع، وكما ترى العملاء يعملون على الشبكة بدون أي مشكلة، يعني كما ترى أبدا. الآن انتهينا من رفع هذه الأغنية. إذا أردت الاستماع إلى هذه الأغنية التي رفعناها الآن للتو سوف تأتي إلى فقط تجربة، يعني سوف أيضا نقوم بتسميتها فقط لأريكم مبدأ العمل، لأن بعض الأخوة يقولون هنالك مشاكل ولا أنا أعرف، يعني لا يوجد أي مشاكل أبدا على الإطلاق. قمت بتدقيق العمل عن طريق برامج روبوتات، يعني برنامج رينام وهكذا أمور، يعني لم أقم بتسميتها بوحدي لأني معرض للخطأ البشري. يعني كما ترى هنا سوف نسميها برخودان، اسم الأغنية شيفان. يعني أنت تستطيع أن تقوم بوضع اسم المغني وتستطيع أن لا تقوم أيضا، لأن اسم المغني سوف يظهر في الأعلى، يعني لا داعي
لكن أنا أيضا يعني سوف أضيف شوان. يعني أنا أنصحك لا تشغل بالك كثيرا بهذه الخانة الأولى، فقط ضع اسم الأغنية بالخدعة. كما ترى سيف موافق. الآن سوف تقوم أيضا برفع هذه المجلد. يعني العملية جدا سهلة صراحة، يعني لا تستلزم منك أي شيء وتستحق بعض التعب، يعني تستحق بجدارة، يعني تستحق التعب. الآن سوف نأتي إلى أين هي الموسيقى اللي نستمع إلى هذه الأغنية التي رفعناها الآن. الأغنية هي ها هي. سوف نعود قليلا إلى هنا. عفوا هي في الباك 2. إذا كما ترى هذه هي الحزمة الأولى. الحزمة الثانية هي في الأسفل كما ترى. هذه الحزمة الثالثة. طبعا أنا لم أقم بتغيير اسم هذا المجلد. هذه الصورة طبعا عندما تضغط هنا كما ترى عفوا سوف نذهب إلى الحزمة الثانية. نحن لا نقوم بتسميتها حتى الآن. إذا سوف نقوم بتسميتها، تسمية الحزمة أغاني شوان. وإعادة الرفع. عندما تقوم بتحديث هذا المجلد أغاني شوان كما ترى، عند الضغط عليه برخدان هذه الأغنية تعمل. يعني أصدقائي طريقة جدا جدا سهلة، ولا يعني أنا لأنني أعد هذا الشرح ولم أعمل حتى الآن بشكل جدي على رفع الملفات، لذلك أتأخر قليلا. يعني طريقة جدا سهلة وشرح بسيط جدا كما رأيت. الصورة هذه About Folder هي تشرح محتوى القائمة، قائمة التشغيل كما ترى. يعني الآن سوف نذهب إلى القائمة. أغاني شوان أيضا تظهر هنا. يعني جدا سهلة، عملية جدا سهلة، ولا تستغرق منك ولا تستغرق الوقت الكثير. يعني أصحاب المقاهي بكل تأكيد سوف يقضون يوم إلى يومين إلى 3 أيام أو حتى إلى أسبوع لكي ينتهوا من رفع حوالي 2000 إلى 3000 ملف. من بعدها سوف يكونون مرتاحين جدا، وأيضا سوف يكون الإنترنت سريع جدا، وأيضا العملاء سوف يجدون الراحة في تحميل ملفاتهم بدون إعلانات مزعجة أو روابط متشعبة أو إلى ما هنالك. يعني كما ترى تطبيقات التواصل، من منا لا يقوم بتحميل تطبيقات التواصل عند شراء لهاتف جديد أو شيء، أو عندما يتم إصدار برنامج جديد من الواتساب. طبعا العملاء أيضا عندما تكون شبكتك كبيرة فيستحق منك التعب أيضا. الضغط إلى هنا كما ترى سرعة فائقة، الضغط هنا سرعة فائقة. كما قلت لكم هذا الملف لم أرفعه من قبل على سيرفري. يعني الشرح وافي جدا. أعتقد الشرح غني، يعني لا يوجد شرح أكثر من هذا. يعني طريقة سهلة جدا. يعني إذا عدنا مثلا على سبيل المثال إلى الفيديوهات ولنعيد تجربة السرعة كما ترى.
أين نحن؟ نحن الآن سوف نضغط الأفلام حول العالم. الآن طبيعة سويسرا على سبيل المثال فتح بسرعة فائقة يعني. التالي على سبيل المثال قائمة تشغيل، لنشغل هذه الأغنية. سرعة فائقة في التحميل. الآن رفع تحميل، لنقوم بتحميل الملف. كما ترى سرعة عالية، لنقوم بتحميل هذه الملفات أيضا. تم تحميل الملف أيضا كما ترى. سوف نقوم بالضغط على التالي. كما ترى السرعة 22 ميجا بايت، وأيضا الإنترنت متوفر. انظر، الإنترنت متوفر، لا مشكلة في الإنترنت أبدا. وحتى صفحة الإنترنت تعمل، يعني تعمل بشكل جميل برغم من هذا الضغط. انظر، هذه هي إحدى صفحات الهوت سبوت. يعني أعددت هذا الفيديو لبعض الأخوة الذين يقولون الفكرة لن تنجح وإلى ما هنالك من أمور. يعني الفكرة أعتقد أنها ناجحة بامتياز، وطبعا القرار الأول والأخير هو للذين سيستخدمون هذا القالب. يعني سنقوم بالتحميل. كما ترى سرعة عالية يعني. أنا أيضا بعيد عن الشبكة، لهذا لا تظهر السرعات العالية مثل 60 ميجا بايت أو إلى ما هنالك. 10 ميجا بايت، هذه 20 ميجا بايت. يعني هذه إحدى الأغاني التي تثبت الأخوة العربية الكردية في الشمال السوري. أيضا سنعود إلى الخلف لنقوم بتشغيل إحدى الأغاني المصرية. أغنية ناري ناري، منذ صغري كنت أستمع إليها كما ترى. كما ترى سرعة عالية بدون التأثير على خط الإنترنت. يعني لا أجمل من هكذا موضوع. العودة إلى هنا، تشغيل هذه الأغنية الجميلة، أيضا دائما أستمع إليها في المساء. طبعا كما أسلفت الذكر، هذا هو موقع داخل الفلاشة فقط لا غير. وإذا كانت الفلاشة قليلة استخدم هارد ديسك. هارد ديسك يعني ماشي حاله على اللهجة السورية كما يقال. بغداد يا جميلتي يا أغنيتي، هذه أغنية جميلة. قصيدة كتبها الله قصيدة. بغداد بين الشفتين تعويذة ناظرة، بين العينين خرزة زرقاء. لا مشكلة في صفحة الهوت سبوت. يعني لا أجمل من هكذا موضوع بصراحة. طبعا كما قلت لكم القرار الأول والأخير لكم. إنكم بتشغيل هذا الفيلم الوثائقي. كما ترى السرعة 17 ميجا بايت، يعني يقوم بتحميل الملف بالكامل ومن ثم يقوم بتشغيله، يعني دقائق معدودة. السهولة التي يرتديها طيار الاف 35 تمكنه من رؤية جميع ما يدور من حوله في تقنية ال 360. طبعا الأجمل من كل ذلك أني صممت صفحة HTML متوافقة مع جميع الشاشات، شاشات الهاتف، شاشات، حتى لا تظهر الصورة متقطعة في الموبايلات. لكن هنالك
موضوع جديد سوف أضيفه في الإصدارات اللاحقة، وهو تكبير هذه الأزرار في شاشات الموبايل. يعني لاحظت أنها صغيرة والمستخدم سيحتاج لتكبيرها بإصبعيه، يعني مضايقات صغيرة فقط للأخوة في مستخدمين الموبايل. طبعا سأقوم بإزالة هذه العيوب الصغيرة في الإصدارات اللاحقة بتقنية محيط 360 درجة وكأنه هو لتقوم باللازم. طبعا إنها الطائرة الفتاكة، وكل ذلك على فلاشة، لا انترنت ولا إلى ما هنالك. صاحب الشبكة سيستطيع مثلا إذا كان لديه وقت فراغ أسبوع إلى أسبوعين، سوف يستطيع أن يضيف الدنيا وما فوقها وما تحتها في هارد 1 تيرابايت مثلا، يعني معنى الحكي كما يقال. الآن أعزائي سوف نعود أيضا إلى كما يقال السيرفر الميكروتك أو الراوتر. سوف نقوم بتجربة سرعة قصوى. هذه الملفات يتم تحميلها من السيرفر، يعني تحميل ريلوت، هنا أيضا ريلوت، نعم، هنا أيضا تحميل، يعني ليك أن تتصور بالسرعة الفائقة. يعني هنا أيضا تحميل، هنا أيضا تحميل كما ترى. يعني هذا المنفذ هو منفذ USB 2 على إحدى راوترات الميكروتك، الراوتر الذي أنا استعمله. وأعتقد أن هنالك بعض الراوترات تحوي على منافذ USB 3. أنا لم أقم بتجربة حتى الآن، لكن على هذا الراوتر البسيط يعني كما ترون RB 951G السرعة هي 20 ميجا بايت تقريبا، تصل 20 ميجا بايت. كما ترى السي بي يو يعني ماشي حاله، يعني لا مشكلة. وهنا أقوم بالتحميل لمدة طويلة، وأيضا سوف أقوم بتجربة الإنترنت أمام عينكم. كما ترى صندوق الوارد مفتوح، لا مشكلة في الإنترنت. طبعا الإنترنت لدي هو بطيء، يعني الباقة المخصصة لي ضعيفة. كما ترى عند الضغط على صفحة تسجيل دخول تفتح بسرعة، برغم من كل هذا الطلب على الفلاش، يعني كل هذه الطلبات تفتح بسرعة فائقة. يعني أين هي المشكلة؟ لا أعتقد، لا أعرف يعني أين هي المشكلة. يعني إذا على هذا الراوتر البطيء، على هذا الراوتر الضعيف يعمل بهذه الكفاءة، فما بالك إن كان على راوتر 2011 أو 1100، يعني سيكون الأداء جبار جدا. يعني أنا أيضا أفكر أن الكثير من الأخوة قد اشتروا راوترات 1100 مثلا بحوالي $500 $400، وهم باقتهم يعني 50 ميجا بايت أو 100 ميجا بايت، لا تزيد عن ذلك، لأن باقة الإنترنت في هذه الدول النامية يعني غالية جدا. إذا هنا البروسيسور في راوتراتهم الحديثة سوف يكون منخفض، يعني 3 5 6 2 على أقصى حد 10. يعني هم يستطيعون استثمار هذا السي بي يو في سيرفر التحميل. يعني لماذا سيبقى السي بي يو على قولات السوريون أكل صنعة وقلة مرعى؟ يعني أعتقد أن الفكرة وصلت. وطبعا لا أدعي بأني على حق 100%، لكن وفق التجربة التي أمام عينكم تجربة ناجحة. شكرا لكم. إلى هنا قد أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الفقرة. مجددا شكرا لكم وعذرا على الإطالة، لكن الأخوة طلبوا مني التجربة والبرهان، وأيضا طلبوا مني طريقة رفع الملفات. شكرا لكم، إلى اللقاء.